الجيم مكان بيجمع العرق والتعب والإصرار. بس عمرك سألت نفسك هو إزاي أساسا الجيم بدأ؟ وإزاي أنت لما بتدخل الجيم بيقدر يغير جسمك وعقلك ونفسيتك؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. Welcome to tomorrow's show. لو رجعنا لورا خطوتين 3 4 لحد ما الناس اخترعوا كلمة جيم، هنلاقي إن هي ما كانتش اسمها جيم أصلا، هي كان اسمها جيمنيزيوم. واللغة دي هي اللغة اليونانية القديمة، وإحنا حاليا في اليونان. لو هنبص حوالينا هنلاقي إنه الرياضيين كانوا بيتدربوا في ساحات مفتوحة، والصدمة اللي هصدمها لك دلوقتي إن هما كانوا بيتدربوا عراة الملابس، يعني من غير ملابس خالص. وأنا عارف إن حد هيجي يهاجمني دلوقتي ويقول لي أكيد اللي أنت بتقوله ده مش صح، وأكيد ده ما كانش بيحصل. بس يا عزيزي أنا أؤكد لك التأكيد التام إن هما كانوا بيتدربوا عراة الملابس من غير أي حاجة. ولو بصينا حوالينا برضه هنلاقي إن الجيمنيزيوم اللي هما كانوا بيتدربوا فيه أو الساحات المفتوحة اللي كانوا بيتدربوا فيها هنلاقيها إن هي مش مركزة بس على الحديد زي ما فكرة الجيم دلوقتي في أي حتة في العالم. هما كانوا بيركزوا أكتر على الأيروبكس أو الألعاب الحركية، ودي اللي كانت بتديهم كتلة عضلية كبيرة بس من غير ما تبقى ضخمة. يعني الجسم اللي هو الفت، مش اللي هو بودي بيلدر ماشي كده تحس إن أنت ماشي جنب مايك تايسون. علشان هما كانوا بيؤمنوا بمقولة إنه العقل السليم في الجسم السليم. لما نطلع خطوتين 3 4 من المكان اللي احنا كنا واقفين عنده لحد ما نوصل للإمبراطورية الرومانية، هنلاقي إنه الجنود الرومانيين كانوا بيتدربوا في صالات وأماكن زي الجيم بالظبط. وفي القرون الوسطى الجيم اختفى تماما لحد ما ظهر تاني في القرن ال19. وفي القرن العشرين الجيم بدأ يتشكل بالفكر والنسق اللي احنا عليه دلوقتي. ودلوقتي حاليا يعني الجيم بدأ يبقى في كل حتة في العالم، من صالات فخمة لأوض صغيرة في الأحياء الشعبية والقرى. بص، في سؤال صعب بس حي، هو ليه في ناس كتير خالص بتروح الجيم كل يوم؟ هي الإجابة واضحة بس هقولها لك. الجيم بيساعد الجسم إن هو يبقى صحته أحسن، وبيساعد على اللياقة، وبيساعد على التحمل، وبيخلي الجسم مرن، وبيقلل احتمالية حدوث أمراض زي القلب والسكر وبعض أنواع السرطان. والصراحة بيدينا ثقة أكتر قدام المراية. لما نيجي نسأل ونقول إزاي العضلات بتكبر، هقولك إن هي عملية معقدة حبتين. أنت لما تيجي ترفع حديد أو تلعب ألعاب مقاومة، العضلات بتتقطع قطعات صغيرة جدا في الأنسجة بتاعتها اسمها مايكرو تيرز. ولما ده بيحصل الجسم بيستقبل إشارة إن والله إحنا محتاجين نكبر، إحنا محتاجين نقوى. ولما بيحصل كده الجسم بعد التمرين بيروح ياخد النيوترينتس والبروتينز من جسمك ويبني بيها العضلات تاني. وده بيحصل إنه الجسم بيروح يبني أنسجة أقوى وأحسن وأكبر، والعملية دي اسمها muscle hypertrophy. وعشان كده تنبيه هام للناس اللي بتروح الجيم كتير إن انتوا لازم تاكلوا كويس وتناموا كويس عشان تقدروا تواكبوا التنشن اللي حصل على العضلة من التمرين. حقيقة الجيم مش بس إن هو بيخلي صحتك أحسن، لأ ده بيخلي كمان صحتك النفسية أحسن بكتير. علشان لما انت بتروح تتمرن المخ بيفرز دوبامين واندورفينز، ودول اللي بيخلوا الجيم بالنسبة لك زي كأنه إدمان، لازم تروح كل يوم. وفي ناس كتيرة جدا بتروح الجيم علشان تخرج الاسترس والضغط اللي هم كانوا محطوطين فيه على مدار اليوم، وبيروحوا الجيم علشان يركزوا على الجول اللي هم حطوه لنفسهم في الجيم. ومفيش أحلى من الإحساس إن أنت بتحسه لما تخلص جول في الجيم، زي كأنه مثلا عم تعمل سبرنت أسرع، بترفع أوزان أكتر، أو حتى وصلت للجسم المثالي اللي أنت عاوز توصله.
من الساحات الرياضية اللي كانت في اليونان لحد الجيم اللي تحت كده دلوقتي. الجيم أو الجيمنيزيوم عمره ما كان هدفه الأساسي تكبير العضلات أو تقويتها. هدفه الأساسي كان التركيز على صحتك البدنية وصحتك النفسية. فلما تروح جيم تاني يبقى افتكر إن أنت مش بتبني عضلات، أنت بتبني شخصية جديدة من نفسك. إذا وصلت لهذه النقطة من المقطع فهذه هي نهايته. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك وإن أنت تروح تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ومن هنا أقدر أقول للناس الكسلانة اللي قاعدة على الكنبة: روحوا الجيم، روحوا الجيم، روحوا الجيم.